السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم بحلقة جديدة من جو كورة. الحلقة دي هنقول لكم أهم الأخبار الكرة المصرية، أخبار النادي الأهلي وموعد مباراة الأهلي القادمة، وأهم أخبار التابعة لتعادل الأهلي مع الزمالك في ماتش القمة طبعا زي ما انتم عارفين. أول حاجة، محمود ناجي حكم مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الرابعة عصرا. تم تغيير اسم كأس الرابطة إلى كأس العاصمة، وهيكون لها جوائز مختلفة خالص. من سيشارك سيحصل على 400 ألف جنيه، فرق اللي هتتأهل لدور الثمانية سيحصلون على 200 ألف جنيه، 250 ألف جنيه. الفرق دور الأربعة سيحصلون على 400 ألف جنيه. البطل سيحصل على 10 مليون جنيه، والوصيف 4 مليون، والتالت 2 مليون، والرابع 1.5 مليون جنيه. في عقوبات صدرت امبارح من رابطة الأندية المصرية، عقوبات على جماهير الأهلي والزمالك. عقوبات مباراة القمة. عقوبات القمة: حرمان الجمهور الأهلي من القمة، في القمة، من المباراة القادمة، والزمالك يخوض مباراتين دون جمهور. توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، ومنع تواجد من جمهور النادي الأهلي الحاضرون للمباراة الأهلي والزمالك من المدرجات تالتة شمال، في حضور مباراة حرس الحدود والأهلي في المنافسة الجولة السادسة عشر من مباريات دوري النايل، وذلك بسبب السباب الجماعي من جماهير الفريق المنافس. إيقاف نبيل عماد علي مهدي لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه، وذلك للحصول على الإنذار الثالث. توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 200 ألف جنيه، وإقامة مباراتين دون جمهور الفريق الزمالك الذي على أن يتم تطبيقهما خلال المباراتين القادمتين خلال الجولة السادسة عشر والسابعة عشر من مباريات الدوري المصري. نقابة المهن الرياضية تكرم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جائزة التميز الرياضي. هدف بن شرقي يفوز بأفضل أهداف الجولة الخامسة عشر. عودة عمر كمال لقائمة النادي الأهلي واستمرار غياب معلول. جلسة خلال الأسبوع لتحسم مصير زيزو والأقرب للتجديد. انتر إلى نصف نهائي كأس إيطاليا لمواجهة الميلان، وبرشلونة يتعادل مع أتلتيكو 4-4، ويبقى الحسم في الإياب. هنقول لكم اهم اخبار النادي الاهلي التابعه بعد مباراه القمه، يعني اخبار النادي الاهلي لما بعد مباراة القمة. شوبير ينتقد مدرب الأهلي. قال الإعلامي أحمد شوبير أن مدرب الأهلي مارسيل كولر أخطأ في تصريحاته بشأن شكوى لعلي معلول التونسي من الإصابة جديدة، وتابع كان يجب على كولر توضيح على أن علي معلول غير جاهز من الناحية الطبية، ولكنه أكد أنه لا يعاني من أي إصابات في الوقت الراهن. سأقوم بترجمة تصريحات كولر مرة أخرى للتأكد من إصابة معلول، لأن اللاعب لا يعاني من أي إصابة في الوقت الراهن. الأهلي يرغب في التعاقد مع المغربي محمود بن تايك لاعب الزمالك، وإجراء عقده من سان تيتيان الفرنسي. عقوبة الزمالك لديه الأولوية في حالة موافقة اللاعب المغربي على البقاء وتوقيع عقدا جديدا، لكن الأهلي يدرس فكرة التعاقد معه بشكل رسمي في ختام الموسم الجاري. الأهلي حال الاتجاه نحو ضم بنتايج والانفعال عقد الشراء يحيى عطية الله، كما أن علي معلول العقد ينتهي في ختام الموسم الحالي، وغير معروف موقفه النهائي حتى الآن. وفي ظل متابعته في المشاركة ابتعاده عن المشاركة في المباريات، كولر استقر على الدفع بأشرف بن شرقي في التشكيل الأساسي على من حرس الحدود. كولر سبق ورفض بن شرقي مرتين قبل كده التحفظ على الجوانب الدفاعية عند الجناح المغربي، وفضل عليه تاو رضا سليم كذلك مرة بس. طالما أخيرا كولر رحب بن شرقي دفع به مباراة القمة. أذن شغل المدرب من دلوقتي تحسين نمط الدفاع عند بن شرقي عشان كأس العالم. أي كسل في التغطية العكسية بصراحة يكلف الأهلي كتير جدا، خصوصا الثلاثي المجموعة في البطولة. أرسنال كرة حصل على موافقة بالسفر قيادة التوقف الدولي من يوم 5 مارس إلى سويسرا. الزمالك يصرف مكافآت للاعبين، والأهلي يكرم لاعبيه بعد التعادل في ماتش القمة. تامر حسني يساهم في علاج إبراهيم شيك. وليد صلاح الدين عبر الراديو: جماهير الأهلي أغلبها شايفة إن التشكيل في ماتش الزمالك فقرة دول الاحتياطي مش الأساسي. أنت كمدير فني تتحمل المسؤولية وتاخد القرار، عشان كده بتاخد أرقام كبيرة جدا بالدولار، من أكبر مرتبات الدوري المصري.
الناس بتسأل ليه أكرم توفيق باك يمين مش هاني، ليه كوكا مش الدبيس، ليه مش العش نزلت بداري، ليه محمد عبد الله ومش وسام. انت في 5 لعيبة مش هم مش أساسيين، يعني نص الفرقة في التشكيل كان مش مظبوط. لو حطيت التشكيل هتحط تشكيل مختلف تماما خالص. بس دي كل الأخبار اللي كنا حابين نغطيها النهاردة. انتظروا فيديوهات نارية قادمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.